الفيب لا هو حرام ولا مضر بالصحة. هذا كلام قال لي أحد أصدقائي بعد ما كنت أتناقش وياه في موضوع يخص السجاير الإلكترونية. لمدة ساعة تم يقنعني أن الفيب ما في مواد كيماوية ممكن تضر الإنسان، ولهذا السبب لا يمكن أبدا أن يكون حرام في الشرع. مرت على القصة هذه أكثر من 6 إلى 7 أشهر، وصديقي هذا اختفى لمدة معينة. أرسل له رسالة ما يرد، أدق عليه تلفون بعد ما يرد، فقلت لعله يكون مشغول الحين. دق علي بعد فترة قال لي عبد الله كيف الحال، أبى أشوفك. فيوم رحت له شفت إنسان ثاني، إنسان ما أعرفه، نزل وزنه بشكل كبير وباين عليه آثار التعب. قلت له فلان سلامات شو فيك؟ قال لي مرة وأنا قاعد أشرب فيب حسيت بضيق تنفس. قلت يمكن أنا تعبان من ضغط الشغل وجي، زاد الضيق علي هذا وما قدرت إني أتنفس، ما قدرت أستحمل، فرحت المستشفى. على طول دخلوني قسم الطوارئ، ومن قسم الطوارئ دخلوني للعناية المركزة. وبعد ما رب العالمين من علي وخفف علي الألم قالوا لي إن عندك التهاب حاد في الرئة من وراء الفيب هذا. يمكن هذه تكون قصة من قصص كثيرة منتشرة في العالم عن الفيب هذا، فالقرار في النهاية متروك لك.